كم مرة حسيت إنك متأخر؟ كل اللي حواليك بيتجوزوا ويخلفوا ويترقوا ويسافروا، كأنهم بيقولولك لازم تنجز، لازم تحقق الأهداف، وأنت بتسأل أنا إمتى هحقق اللي هم حققوه؟ بس يا ترى سألت نفسك أنا ليه عايز أحقق اللي هم حققوه؟ في فرق كبير بين إنك تعيش مركز على الأهداف أو إنك تعيش مركز على القيم اللي أنت عايز تعيش بيها حياتك. زي طالب الثانوية العامة اللي عايز يجيب مجموع عالي، ممكن جدا ما يجيبش المجموع ده، ولما ده بيحصل بيحبط ويكتئب، وده لأن الأهداف ممكن تفشل، ممكن تقف، ممكن تتأخر. بينما لو كان هو بيذاكر علشان هو بيحب يتعلم، مهما كانت النتيجة هيبقى مستمتع بالخطوات اللي هو خدها، وهيبقى مقدر مجهوده اللي هو بذل. وده لأن الأهداف محطات، بس القيم اتجاهات. لما بنكون عايشين مع القيم ومتصلين بيها، ده بيخلينا محددين الطريق اللي احنا عايزين نمشي بيه في الحياة، وده بيخلي عندنا مرونة نفسية أعلى، نقدر نتغير بسرعة مع المواقف اللي بتحصل، ما نبقاش ماسكين في هدف معين واحد بس هو اللي بيحرك حياتنا كلها. وقصدنا بالقيم هنا المعاني اللي أنا بختار أعيش بيها، زي إن أنا أكون مجتهد، إن أنا أكون متواجد مع أهلي، إن أنا أهتم بنفسي. القيم مش أهداف بحققها ولا حاجات مادية أجري وراها. القيم هي البوصلة اللي بتخليني أحدد الأهداف والخطوات اللي أنا هاخدها في حياتي. لما بنعمل كده بنبقى عندنا مهارة من 6 مهارات أساسيين لازم يكونوا عندنا عشان يبقى عندنا مرونة نفسية. عشان كده أشجعك إنك تفكر في القيم اللي عايز تعيش بيها، مش بس الأهداف اللي عايز تعيش ليها. وعايز تعرف أكتر عن المرونة النفسية وعن بقية المهارات، استنينا الفيديوهات اللي جاية. ومتنساش تدعي لإخواتنا. وبس كده، سلام.